السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. شايفين الطاجن القمر ده؟ محدش يتخيل انا عاملة الطاجن ده. مكونات الخضار اللي فيه عبارة عن ايه؟ قرنبيط. ما تستغربوش، الطاجن ده عبارة عن قرنبيط وكوسة وحاجة كده فخر من الاخر. اي حد ما بيحبش القرنبيط النهارده بالطريقة دي هياكل القرنبيط على طول. انا واحده من الناس والله ما كنت باكل القرنبيط، بس لما جربته بالطريقه دي حاجه كده اختراع، والاول مره هعمل القرنبيط معاكم طاجن في الفرن بطريقه جديده ومختلفه. اول حاجه كده معايا كوسه بالشكل اللي انتوا شايفينها ده، كده هقطعها دواير كده بالشكل اللي انتوا شايفينها ده. والقرنبيط انا فصصته صغير خالص جدا زي ما انتوا شايفينه كده، مفصصاه صغير خالص. هسلق بقى القرنبيط في ميه كده مغليه على النار زي ما انتوا شايفين كده في الحله، عشان القرنبيط يكون يتسلق معانا ويكون مستوي حلو. حط بقى في الميه بتاعه القرنبيط وهو بيتسلق كمون مطحون وملح. خطوه الكمون دي بتدي طعم جدا للقرنبيط لما بيتسلق. تعالوا بقى نعمل تاني حاجه، نحط كده في طاسه على النار زيت، معلقتين كبار من الزيت او من السمنه على حسب ما انتوا عايزين. وهحط بصله كده، من بصله صغيره مفرومه في الكبه، وهحط عليها فصين توم مفرومين. بجد الطريقة دي هتعجبكم جدا، وانا متأكدة ان انتوا لو جربتوها هتدمنوها. شايفين كده بشوح البصل والثوم، وكمان هحط عليهم فلفل اخضر، وهحط بقى عليهم الكوسة اللي احنا قطعناها زي ما انتم شايفين كده. شايفين تقطيعة الكوسة القمر دي؟ شوح بقى كده الكوسة مع البصل والفلفل والثوم تشويحة حلوة. وكمان هنغطي الكوسة بعد ما نشوحها عشان تنزل المية بتاعتها وتستوي شوية. هعمل معاكم بقى هنا، هعصج معاكم لحمة. حطيت كده معلقه سمنه في الحله وهبدا اعصج معاكم اللحمه، وهنزل على اللحمه كده بعد ما لونها اتغير ببصلايه مفرومه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شوحت كده البصلايه مع اللحمه شويه، ابدا بقى احط التوابل. حطيت توابل مشكله، وكمان هحط بابريكا، وهنحط فلفل اسمر. اي توابل بتحبوها تقدروا تحطوها حقيقي. وكمان هحط توابل لحمه. هقلب بقى كده المكونات كلها مع اللحمه، وهنزل كمان بفلفل اخضر متقطع، وننزل بقى بالملح على حسب الرغبة. زي ما انتم شايفين كده مفيش اسهل من كده حقيقي. على فكرة ممكن تعملوا الطاجن من غير لحمة مفرومة خالص، لو ما عندكوش لحمة ممكن تعملوا الطاجن حقيقي من غير لحمة، وانا جربته من غير لحمة برضو وبعمله على طول من حلاوته حقيقي، بعمله على طول. حطيت كده على اللحمة المفرومة طماطم، معمولة عصير طماطم في الخلاط، وحطيت مكعب مرقة. هسيب بقى اللحمة تغلي شوية كده مع الطماطم على النار عشان الطماطم تكون اتسبكت. هحط بقى سنة ملح او نص معلقة ملح كده عشان الطماطم او عصير الطماطم اللي احنا ضفناه. هرجع بقى اوريكم الكوسة بعد ما كده سيبناها تستوي مع البخار شوية. شايفين؟ وده القرنبيط بعد ما سلقناه كده، كل حاجة يعتبر مسلوقة معانا. هقلب بقى كده القرنبيط. نحط بقى حاجة كده جامد من الاخر يعني، هنحط كده جزر مبشور. شايفين؟ الجزر بيدي تاتش جميل جدا وادى لون وطعمه، كمان الجزر مفيد. الخضار عموما كله مفيد. نقلب كده ونشوح الجزر مع القرنبيط مع الكوسه مع الخضار اللي احنا حطيناه. شايفين الجمال؟ اوعوا تنسوا تحطوا اللايك يا حبايب قلبي، وكمان تشتركوا في القناه عشان توصلكوا كل اختراعاتنا الجديده. نحط بقى التوابل. حطينا فلفل اسود او فلفل اسمر، وحطينا بابريكا، وهنحط كمان الملح، وهنحط توابل مشكله اللي هي البهارات السبعة يعني. الملح طبعا على حسب الرغبة، على حسب الكميات اللي انتوا بتعملوها. شايفين يا حبايب قلبي كده؟ شوح الخضار كله مع بعض ما بيكملش 5 دقايق واطفي عليه. معايا بقى هنا طاجن بايركس او اي صينية. هحط بقى الخضار كده في نص الخضار هحطه في الطاجن عشان هنحط اللحمة اللي احنا عملناها. كده رصيت نص الخضار في الصينية. هحط بقى عليه كده، هاخد كده لحمة مفرومة مع عصير الطماطم اللي احنا عملناه وهحطه. وهبدأ بقى، انا حطيت اللحمة المفرومة في النص كده، هحط بقية الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط كمان لحمة مفرومة على الوش. شايفين؟
حاجة كده بجد عظمة، والله والله طعم الطاجن ده في حتة تانية، اختراع ومحدش عمله قبل كده ومحدش داقه قبل كده، حاجة تحفة. هدخله بقى الفرن ياخد وش ارجع لكم تاني اوريكم. شايفين العظمة بجد كده، حاجة فاخر من الاخر. شايفين شكله اكاد من فرط الجمال واذوبه حقيقي. تحفة. قدمته معاكا كده بكل بساطة. شايفين كل حاجة مستوية ازاي؟ بجد طعمه خطير. يا رب بجد يكون الطريقة عجبتكم، ولو جربتوها انا متأكدة ان هو هيعجبكم. متنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والتغيير مطلوب برضو. شايفين شكله عظمة ازاي؟ لو وصلتوا لحد هنا بجد شكرا ليكم جدا جدا. شايفين الجمال والعظمة؟ خضار مستوي كويس جدا. مع السلامة.